المشهد ده ساخر، هزلي، غير حقيقي، غير موضوعي وغير محايد. من الآخر كده بنهزر. أنا هقوم أنا بقى أعمل كوباية شاي. ازيك يا اجمد واشطر ديفلوبر في العالم؟ لو لسه ما خدتش بالك، في خبر دلوقتي قالب الدنيا ومغرق كل الصحف الكبيره. برنامج يو اي او ذكاء اصطناعي جديد اسمه تشات جي بي تي. البرنامج ده قادر انه يديلك معلومات عن اي حاجه حرفيا، قادر يساعدك عشان تعمل شغلك ايا كان مجال تخصصك، قادر يلخص لك اي كتاب او اي فيديو، ولو انت شغال في مجال البرمجه قادر يحل لك مشكله في كود معين، قادر يكتب لك كود مفهوم تقدر تستخدمه، قادر انه يحل ويشرح معادلات رياضيه صعبه. الحقيقه انا ممكن افضل اتكلم بس عن اللي هو يقدر يعمله، لان مهما وصفت لك انا مش هقدر اوصف لك قد ايه هو قوي وقد ايه هو ذكي. هو قوي لدرجه ان انا حرفيا بستخدمه اكتر من جوجل كل يوم لما باجي استخدمه بيديني معلومات وبيديني النتائج افضل بكتير قوي من نتائج جوجل. هنتكلم عن الموضوع من الاول خالص كنوع من انواع سياق الدراما، بعد كده هنجربه سوا وهنشوف نقدر نستفاد بيه ازاي نقدر نستخدمه. هنعمل كذا مثال من كذا مجال مختلف، نخليه مثلا يكتب لنا معلومات عاديه، نخليه يكتب لنا معلومات تخص كود لو انت مجال شغلك مجال البرمجه، نخليه يعمل لنا اي حاجه. وفي الاخر هتكلم عن حاجتين مهمين جدا كل الناس انا عارف ان هي هتسال عليها، وان هي اصلا ممكن تكون بتشوف الفيديو عشانها. اول حاجه ازاي نقدر نشغله في اي دوله، لان انا عارف ان هو مش متاح في كل الدول. وتاني حاجه هل فعلا هو هيستبدل وظائف كتيره زي ما كل الصحف بتقول. قبل ما نبدا كالعاده ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك، ما تنساش تعمل سبسكرايب او متابعه للقناه عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده، واخيرا شارك الفيديو مع اصحابك عشان موضوع النهارده مليون في المية هيفرق مع اي حد في شغله. في شركة اسمها اوبن اي اي، الشركة دي اسسها 8 مستثمرين في سنة 2015، اهمهم اتنين، سام التمان وايلون ماسك. بعدها ايلون ماسك ساب الشركة 2009 والشركة اخذت استثمار من شركة مايكروسوفت بقيمة مليار دولار. كمان مايكروسوفت بعدها قالت انها اسست سوبر كمبيوترز على الكلاود بتاعتهم عشان تقدر تساعد في ابحاث شركة اوبن اي اي. الشركة دي اتشهرت بمنتجين، اول منتج ويا رب اكون بنطقه صح اسمه ديل اي، تمام. هكتب لكم اسمه قشطه، اول ما هكتب لكم اسمه. ده مسؤول ان هو بينتج صور من النصوص، يعني انت بتكتب له نص كده بتوصف له اللي انت عايزه وهو بيطلع لك صوره زي ميد جيرني. لو انت متابعين على لينكدين فانا نزلت من فتره صور كنت عاملها على ميد جيرني، هو زي الابلكيشن بتاع ميد جيرني. يعني مثلا ممكن تقول له انا عايز دب بيلعب مزيكا، اسد بيلعب كوره، تقول له اي حاجه والصور اللي هتطلع لك الصور دي مش موجوده، الصور دي هو اللي عاملها. هو مش بس كمان بينتج صور، هو ممكن يعدل في الصور. يعني انت ممكن تديله صوره وبعدين تروح تعدل مثلا سبجكت معين او اوبجكت معين او تعدل حاجه معينه جوه الفيديو، تشيلها وتحط حاجه مكانها. كل ده عن طريق ان انت بتوصف له اللي انت عايزه، انت ما بتعملش اي حاجه. المنتج الثاني اللي اتشهرت بيه الشركه هو جي بي تي 3، والمنتج ده هو اخر اصدار من جي بي تي. جي بي تي ده هو عباره عن برنامج تم تدريبه على داتا ضخمه جدا، داتا كبيره، عشان في الاخر يقدر يطلع لك اي نص انت عايزه او يديك اي اجابه انت عايزها، بس بطريقه انسان، بطريقه فريندلي، بطريقه كانه واحد صاحبك عنده معلومات كتيره قوي ومعلومات عامه، فانت بتساله فبيقدر يجاوب. يعني ممكن تتخيل اي حاجه حرفيا، مقالات، شعر، كتب، سيناريوهات، قصص قصيره، اي حاجه. طب ايه الجديد؟ احنا قلنا ان ده اخر اصدار من جي بي تي. ايه الجديد في جي بي تي 3 عن جي بي تي؟ الجديد ان نسخه جي بي تي 3 دي اتدربت على داتا ضخمه جدا. يعني النسخه دي اتدربت على بيانات نصيه حجمها يعادل 45 تيرا بايت من مصادر كتيره قوي مختلفه. حوالي 3% من حجمها من ويكيبيديا، حوالي 60% من بيانات اتجمعت من الانترنت على مدار 8 سنين، حوالي 22% من صفحات بتحتوي على نقاشات او بوستات واخده تقييم اكتر من 3 اشخاص، النقاشات دي من موقع ريدت، وحوالي 16% من مجموعه كتب بيقول عليها بوكس 1 بوكس 2. عشان بس تقدر تتخيل ضخامه الموضوع ده، في برامج الذكاء الاصطناعي في حاجه اسمها بارامترز. البارامترز دي ممكن تتخيل ان هي البنيه التحتيه لاي برنامج ذكاء اصطناعي. كل ما زادت البارامترز دي كل ما بقيت انت بتتعامل مع برنامج اقوى واكفأ، يقدر يستوعب بشكل اكبر ويقدر ينتج بشكل افضل. اقوى برنامج ذكاء اصطناعي قبل جي بي تي 3 كان تيورينج ان ال جي، ده ملك لشركه مايكروسوفت. البنيه التحتيه ليه كانت حوالي 17 مليار بارامترز. انت عارف بقى البنيه التحتيه لجي بي تي 3 كام؟ البنيه التحتيه ليه حوالي 175 مليار بارامتر، يعني اكتر من 10 اضعاف برنامج مايكروسوفت. الشركه دي بقى طلعت منتج جديد من فتره بسيطه، بالظبط كان يوم الاربعاء 30/11. اسم البرنامج ده تشات جي بي تي. المنتج ده هو نسخة خاصة من جي بي تي 3 اللي احنا اتكلمنا عنه، ممكن تعتبرها ان هي نسخة شات بوت. ده المنتج اللي قالب الدنيا دلوقتي. المنتج ده زي ما قلنا قبل كده هو قادر يديك اجابات مش موجودة في جوجل. في ناس كتيرة كتبت نفس السؤال على جوجل وكتبت نفس السؤال على تشات جي بي تي
ونتائج تشات جي بي تي كانت واقعيه وكانت اقوى بكتير قوي من نتيجه جوجل، لان المنتج ده او البرنامج ده بيديك اجابات معتمده على الداتا اللي عنده، وانا وصفت لك قد ايه الداتا اللي عنده دي ضخمه ومن كذا مصدر. المنتج ده بعد اصداره باسبوع تقريبا كان معدي المليون مستخدم. المنتج ده قدر يغير طريقه تفكير ناس كتير قوي في الذكاء الاصطناعي او في الاي اي، ولو انت لاحظت هتلاقي ناس كتيره بدات تتكلم عن الموضوع ده. وبغض النظر عن الاي كلام اللي بيتقال على الفيسبوك والاي كلام اللي انا شفته في كذا مكان، بس هو المنتج ده فعلا قوي، وان كان ليه ليميتيشنز وليه حدود هنتكلم فيها في الاخر، لكن هو منتج قوي. في يوم اصدار المنتج ده طلب صاحب الشركه ان الناس تجرب تشات جي بي تي وتسيب له النتائج في الكومنتات او في الريبلايز بتاعه التويته بتاعته. انا هسيب لكم لينك التويته في الديسكريبشن اللي هو الوصف اللي تحت الفيديو، وانا عايزك تدخل انت بنفسك تشوف كده الناس جربت ايه، الناس اتعاملت معاه ازاي، رد فعله كان عامل ازاي. ومع كل النتائج الضخمه المرعبه اللي انت شايفها دي، المنتج لسه ما صدرش بشكل رسمي، يعني هو اصلا لسه نسخه تجريبيه او نسخه بيتا. الموضوع حرفيا داخل في سكه اللي هو انا ممكن اغير طريقه استخدام الانترنت للابد. مع كل اللي انت سمعته مني ده، وهقول لك ان صاحب الشركه كان في انترفيو وقالوا ان النسخه الجديده اللي هي جي بي تي 4 هتكون حوالي 100 تريليون بارامترز، يعني بما يعادل 500 ضعف البرنامج الحالي اللي هو جي بي تي 3 اللي هو قالب الدنيا كلها. فكره ان حاجه تستبدل محرك بحث جوجل مش فكره جديده، لكن مع انطلاق منتج تشات جي بي تي ده تقريبا اول برنامج ياخد الموضوع بشكل جدي، ياخد الموضوع بشكل جد، اللي هو انا فعلا هغير العالم، فاهم؟ اللي هو هتلاقي صحف كتيره وهتلاقي مجلات كتيره بتتكلم عن الموضوع. هل جوجل خايفه؟ هل جوجل اخذت اكشنز ضد الموضوع ده؟ هل جوجل وجهت الشركه او وجهت اقسام في الشركه عشان تتعامل مع الموضوع ده؟ والفكره اصلا ان معروف ان جوجل شغاله بقالها سنين على ابحاث الاي اي وابحاث الذكاء الاصطناعي، هي ومايكروسوفت وكل الشركات. في كلام في الحته دي بالذات واستبدال جوجل، وجوجل وجهت اقسام من عندها وابحاث جوجل اللي كانت شغاله عليها. هتلاقي ابحاث وهتلاقي صحف كتيره قوي اتكلمت عن الموضوع ده زي نيويورك تايمز وسي ام بي سي والحاجات دي. الخلاصه ان تشات جي بي تي مش عابر سبيل. دلوقتي بقى وقت نجرب تشات جي بي تي سوا، نبدا كده نشوف تشات جي بي تي ده يقدر يعمل لنا ايه، ازاي نقدر نستخدمه، مدى الدقه بتاعته في بعض الاجابات. بالمناسبه ده البروفايل بتاع لينكد ان اللي مش عندي، عصام فهمي، تقدر تسيرش عنه على لينكد ان او تقدر تسيرش بنفس الاسم على جوجل، هيطلع لك اول بروفايل ليا او اول ريزولت على جوجل هتبقى البروفايل بتاعي. ومن هنا تقدر تشوف اخر بوستات انا بنزلها. وكان في بوست كنت منزله عن تشات جي بي تي، كان بعد الريليز تقريبا، الفيرست ريليز ليه او اول ما نزل ب4 ايام او 5 ايام. ودي برضو ازاي تلاقي شغل ريموتلي. هتلاقيني سايب موقع كتير هنا للناس اللي بتدور على الشغل ريموتلي او للناس اللي عايزه تجهز الانترفيو، اي نوع من انواع الانترفيو. هتلاقوا بوستات عندي هنا في الفيتشرد، ممكن تشوفوا اللي انتوا عايزينه. تعالوا بقى نشوف موضوع النهارده. ده تشات جي بي تي، حلو. طيب تشات جي بي تي نقدر نستخدمه في حاجات كتير جدا، وحاجات في اي مجال، يعني اي حاجه تيجي في بالك حرفيا. تعالوا كده نساله ونقول له ازاي ممكن نلاقي شغل في مصر، ونسال نفس السؤال لجوجل ونشوف الاجابات. طيب بيقول لك والله عشان تلاقي شغل في مصر اعمل علاقات، اتكلم مع اصحابك، اتكلم مع عيلتك، اتكلم مع الناس البروفيشنال والناس اللي شغاله اللي تعرفها، احضر او شوف الحاجات اللي هي ايفنتس او الحاجات اللي هي بتخص الوظائف، دور اونلاين على موقع وظف. موقع وظف يعني هو يجاوب فعلا على فرص جوه مصر. موقع لينكد ان يقول لك مثلا افتح ودور على وظائف على لينكد ان على وظف. فعلا اجابته للشغل اللي جوه مصر، تمام. هو فعلا بيساعدك تلاقي شغل جوه مصر. تعالى كده نشوف جوجل نفس السؤال، how to find a job in Egypt. فأول حاجة قاعد يجيب لك وظائف من على جوجل عادي، حاجات عشوائية بشكل ما، وبعد كده جاب لك مواقع، تمام. طيب انت شايف الفرق بين الإجابة؟ شايف الإجابة هنا بالشكل ازاي والإجابة هنا بالشكل ازاي؟ يعني أظن يعني الفرق واضح. طيب خلينا مثلا هو في الآخر بيقول لك واعمل ابديت للسي في بتاعك أو للريزم بتاعتك، تمام. خلينا نقول له can you مثلا suggest me a tool، او يعني حاجة ببلاش عشان اصلا اعمل سي في. فيقول لك في فعلا حاجات كتير ببلاش ممكن تعمل بيها السي في بتاعك.
بالمناسبة كانفا ده اللي هو جايبه رقم 2، كانفا ده انا بستخدمه ويعني من المواقع كويسة جدا جدا، والمواقع اللي هتكون مفيدة ليك في أي حاجة تخص الديزاين. عايز تعمل أي حاجة تخص الديزاين، تعمل CV بتاعك ويفضل مرفوع على الكلاود عند كانفا، فكل حاجة تحفة. وموضوع CV ده تقدر تعمله عليه ببلاش. فشايفين الإجابة؟ طيب ده برضو إيه مثال كده إيه يبين لك الفرق بين تشات جي بي تي والفرق بين جوجل. What's meaning of test case؟ تمام. فهتلاقي هنا بيقول لك والله التست كيس دي set of conditions variables اللي على اساسها التستر بيقدر يحدد هل الابليكيشن او السوفت وير بتاعك ده شغال ولا لا. طيب تمام. طيب نقول له مثلا can you give me an example for login test case؟ فهتلاقيه بيقول لك شور. امثله اهو. لو هنتست اللوجن فانكشناليتي مثلا، فالبري كونديشنز ان اليوزر يكون عنده اكونت وعامل ريجستريشن او عامل حساب، ان الاكونت ده يكون اكتف. وبعد كده ممكن نفتح الابليكيشن، يبدا يقول لك التست هنتست ايه بالظبط. فاحنا هنتست والله ان احنا نفتح صفحه اللوجن وندخل يوزر نيم والباسورد، والاكسبكتد ان طبعا هو اليوزر ده يوصل للهوم او يعني يلوجن، وبعد كده يكون في رسالة توصل له using the user name عشان الموضوع يكون فريندلي يعني. وبعدها ان اليوزر بقى يكون عمل لوجين في الاكونت. تمام. طيب نقول له مثلا can you give me one more example؟ شوف هيقول ايه. انا عملت لك مثلا تيست كيس على اللوجن، ادي كمان تيست كيس للسيرش مثلا. فاهمين؟ فالموضوع حلو، الموضوع حلو قوي وبيساعد. يعني انا حرفيا بقيت بستخدمه اكتر من جوجل كل يوم. اي حاجه بتيجي في بالي بقدر اسيرش عنها بسهوله. طيب خلونا مثلا نفتح كده ستاك اوفر فلو. تمام. نفتح ده الاكونت بتاع ستاك اوفر فلو ايام ما كنت بجاوب. في حاجه خلونا نشوف. تمام. ده سؤال على ستاك اوفر فلو، ازاي ممكن نستخدم الستوري بورد وسويفت يو اي في الاي او اس اكس كود بروجكت. تمام. واللي بيسأل هنا بيقول ان هو ببساطة، حتى لو انت مش شغال بالتكنولوجي دي انا اقدر الخص لك الموضوع ببساطة. احنا عندنا 2 تكنولوجي قديمة لليو اي وتكنولوجي جديدة لليو اي. التكنولوجي الجديدة بتاعت اليو اي اسمها سويفت يو اي. تمام. فهو السؤال هنا باختصار ازاي نقدر نستخدم كومبوننت معمول بالتكنولوجي الجديدة اللي هي سويفت يو اي ونستخدمه جوه التكنولوجي القديمة اللي هي اليو اي كده، او جوه بروجكت قديم بالتكنولوجيا القديمة. طيب تعالوا كده نسأله. دي conversation، خلونا نسيبها ونفتح conversation تانية ونقول له مثلا how to host Swift UI view inside view on UI view controller. انا قلت له دلوقتي ازاي نستخدم سويفت يو اي فيو. لو احنا عندنا فيو معمول بالتكنولوجيا الجديده اللي هي سويفت يو اي، ازاي ممكن نستخدمه او ويعني نحطه جوه فيو. تمام. الفيو ده موجود في التكنولوجيا القديمه. فهتلاقوا هنا يعني كتب كل حاجه انت محتاجها في الموضوع. طيب انا مثلا لاحظت ان ده كلاس اهو، هو حط السطور بتاعه الكود ورا بعض. تمام. فهل ممكن اطلب منه ان هو يعمل اوبتمايز للكود ده او يخليه بشكل احسن؟ فانا ممكن اقول له can you put this hosting code inside UI view controller extension ده اللي هو انت هتزود لي فانكشناليتي اللي بتهوست فيو من التكنولوجي الجديده بس بشكل سيبريتد وبشكل كلين اكتر. خلينا نقول لو لاحظتوا عمل اكستنشن قعد يكتب فانكشن، وبعد ما كتب الفانكشن وعمل لها سيبريشن وعمل سيبريشن للجزء اللي بيهوست، راجع تاني يقول لك ازاي بقت شغاله. وجوه الفيو دوت لود اللي هي الفانكشن الاساسيه تقدر تستخدمها بالشكل ده، وراح قايل لك هوست
هوست دي اللي هي دي، فاهم ان هو راجع استخدمها لك تاني. طيب الاجابه دي اللي احنا عملناه ده، دي مشكله اوريدي موجوده على ستاك اوفر فلو، حد كان سائلها وكانت قابلتني فعلا، لان يعني دي طريقه انا استخدمتها في كود برودكشن موجود دلوقتي. تمام. وفي اجابات كتير، تمام، من ضمنهم الاجابه بتاعتي، يعني اخر اجابه هي بتاعتي. يعني انتوا لو لاحظتوا هو بالظبط اللي هو كتبه ورجع استخدمه تاني. فاكشلي انا استخدمت شات جي بي تي عشان اجاوب اسئله ومشاكل قابلتني فعلا في الشغل بتاعي، وكانت موجوده على ستاك اوفر فلو. ولما نزلت السوليوشن جاب 3 ابفوت، في 3 اشخاص يقدروا يعملوا فوت استفادوا من السؤال ده. تمام. فقوه الشات جي بي تي في ان انت تساله سؤال صح وتعرف تساله ازاي. يعني اي سؤال هيجي في بالك حرفيا يقدر يجاوب عليه، بس الفكره لانه هو متدرب على كميه داتا كبيره جدا، بس الفكره ان انت تساله السؤال ده صح. يعني لازم تختار كلامك. ممكن تبني كلامك على الكلام ما بينكم، على التشات اللي حصل ما بينكم. طب خلونا مثلا نقول له how to write a simple story، او مثلا نقول له give me simple story for a kid. هتلاقيه بيقول لك قصة، يعني هو فعلا هيبدأ يقول لك القصة. أنا بقول له دلوقتي أنا عايز قصة بسيطة لطفل، فراح كاتب لك قصة كاملة. أنت لو قريتها هتلاقي فيه كونتنت، فعلا فيه كونتكست، فيه لوجيك في الموضوع، وفيه قصة ممكن تحكيها لحد وينبسط بيها عادي. هو دلوقتي كتب القصة. ممكن القصة تكون كبيرة شوية، مثلا أنت عايز قصة أبسط، فبيزد اون أو يعني اعتمادا على إن احنا اتكلمنا معاه وقلنا له ادينا القصة، نقول له اللي هتبقى يعني قطعة واحدة بس، فراح عامل لك ملخص لك القصة دي في الجزء ده بس. تعالوا كده مثلا نسأله السؤال ده، نقول له مثلا can you engage in a conversation with me about movies. يعني ممكن تتناقش معايا كده عن الأفلام، أو ندخل كده في discussion أو conversation أو محادثة ما بيننا أنا وأنت عن الأفلام. فاللي تلاقيه بيقولك تمام ماشي، أنت إيه الأفلام اللي أنت بتحبها؟ إيه الأفلام اللي أنت شايفها أفضل أفلام بالنسبة لك يعني؟ خلينا نقول له مثلا I like Al Pacino so much. I prefer سنت فومان مثلا، ده فيلم للباتشينو. تمام. فهتلاقيه بيقول لك فعلا سنت فومان ده فيلم كلاسيك. الباتشينو كان فيه قايم بدور واحد أعمى، وكان ضابط سابق. قالك عن القصة شوية، بعد كده بيقول إن الباتشينو عمل أداء هايل في الفيلم ده، وخد بسببه جايزة أفضل ممثل. وبيسألني وأنت شفت الفيلم؟ فأقول له مثلا I've seen it. تمام. فقلت له أنا شفته فعلا. فقال لي ده فيلم حلو جدا. طب انت ايه رأيك في الفيلم ده؟ يعني مثلا خلينا نقول، شايفين شكل النقاش. مثلا خلينا اقول له مثلا I prefer to know your rate for this movie from 1 to 10 مثلا. يعني انا حابب اعرف تقييمك للفيلم ده من 1 ل10. فقال انا ما عنديش يعني preferences او feelings اقدر اعبر بيها، لكن الفيلم ده واخد تقييم 7.4 على موقع IMDb، الموقع ده اللي مشهور بتقييم الجمهور، من خلال اكتر من 200,000 ريت. وواخد برضو تقييم 92% على روتن توميتوز. روتن توميتوز ده نقاط هم اللي بيكتبوا وراهم فيه، اعتمادا على 52 تقييم. فهقول له مثلا يعني هو ايه، انا مثلا واحد معرفش يعني روتن توميتوز، اقول له what do you mean by rotten tomatoes مثلا، انت قصدك ايه بروتن توميتوز؟ تمام. فيقول لك روتن توميتوز ده والله ويب سايت فيه نقاد، وبيحصل عليه تقييم، وفي تقييم كذا وتقييم كذا، وبيحكي. وفيلم سنت فورمان لما خد 92% ده معناه ان هو دي بوزيتيف ريفيوز، وده كده تقييم مثلا كويس. تمام. طيب
خلينا مثلا ندوس اكتر، هقول له مثلا can you suggest another movie for الباتشينو، فيقول لك ممكن فعلا. الباتشينو طبعا ممثل تقيل، دي شوية افلام. تمام. Godfather، سكارفيس، كل دي افلام تحفة للباتشينو. الكلام ده ممكن يمشي على اي مجال، اي مجال حرفيا، ايا كان مجال شغلك، ايا كان اللي انت عايز توصل له، ايا كان اللي انت عايز تعمل سيرش عنه او تدور عنه، استخدم تشات جي بي تي، هيفيدك كتير جدا جدا جدا. ممكن تسأله على اي حاجة، اي حاجة انت مش عارفها ممكن تسأله عليها، هيجاوبك، هيديك اجابة. من الحاجات الانترستنج برضو، او يعني الحاجات القوية، زي ما انا قلت، في اقل من اسبوع تشات جي بي تي كان وصل 1,000,000 يوزر او 1,000,000 مستخدم. تمام. طيب، عشان توصل ل1,000,000 مستخدم، معظم الشركات الكبيرة الضخمة دلوقتي وصلت لها في قد ايه؟ دي كان حد منزلها على لينكد ان. نتفليكس بعد 3 سنين ونص قدرت توصل ل1,000,000 مستخدم، اير بي ام بي 2.5 سنة، فيسبوك 10 شهور، سبوتيفاي 5 شهور، انستجرام 2.5 شهور، ايفون 74 يوم، التشات جي بي تي 5 ايام. حرفيا بعد 5 ايام من نزول تويتر ومن اعلان الريليز بتاعة التشات جي بي تي، يعني كان تقريبا نزل الاربع 30/11، بعدها ب5 ايام بالظبط كان وصل 1,000,000 مستخدم. طيب نيجي بقى للجزء المهم، ازاي تشغل تشات جي بي تي من اي مكان. بص، انت لو في مكان البرنامج شغال فيه، فانت كل اللي عليك ان انت هتدخل تعمل ساين اب او تسجيل حساب، وبعد كده هتدخل تعمل لوجن وخلاص، والموضوع فري، والموضوع من غير مش مدفوع او ما فيهوش اي فلوس يعني. طيب انت بقى لو في مكان لسه البرنامج مش شغال فيه زي مصر مثلا، قدامك برضو كذا حل. انا هقول لك يعني الحلول وانت تشوف اللي يناسبك. اول واسهل حل ان انت تكلم حد تعرفه بره مصر يعمل لك حساب، وبعد ما يعمل لك الحساب ده يديك اليوزر نيم والباسورد، وبعد كده انت تدخل عادي من عندك تعمل لوجن على طول. الطريقه التانية بقى انك خلاص تستخدم برنامج في بي ان عشان خاطر تبان ان انت من مكان تاني. في كذا برنامج، انت اصلا ممكن تعمل بس سيرش كده في بي ان على جوجل وشوف اي برنامج. يعني انا ممكن اسيب لك هنا مثلا على الشاشه كذا واحد تشوفهم قشطه. بعد ما تنزل برنامج في بي ان وتظبط مكانك مثلا في امريكا او في فرنسا مثلا، هتدخل تكتب اس ام اس ريسيف على جوجل عشان خاطر تاخد رقم وهمي، والرقم الوهمي ده هيتبعت لك عليه رساله، هتحتاج ان انت تدخل الرساله. نزلت في بي ان وعملت نفسك في مكان تاني، وبعد كده شفت رقم وهمي وسجلت بيه حساب، تقدر بعد كده تدخل تعمل تسجيل دخول من غير الفي بي ان ومن غير اي حاجه. الخطوه دي او الطريقه دي مش سهله ومش هتشتغل عند كل الناس، يعني انا واحد من الناس قرفتني شويه الفي بي ان يشتغل والرقم الوهمي ما يشتغلش، شويه الرقم الوهمي يشتغل ويستقبل رسائل بس الفي بي ان يقف. فانت لو مضطر تستخدم الطريقه دي فانت تمام، استخدمها، بس حاول بقى تشوف في بي ان بفلوس عشان ينجز معاك الدنيا، وتحاول برضو تشوف برنامج وهمي بيعمل ارقام وهميه حتى لو بفلوس لو انت مضطر للخطوه دي. هل بقى في خطر على البشر؟ هل في خطر على ان الشات جي بي تي ده يستبدل وظائف كتيره؟ اجابه مختصره وبسيطه، لا. تعالى بقى نفهم الموضوع. ممكن فعلا في بعض المجالات الشات جي بي تي تلاقيه ليه تاثير قوي جدا وليه تاثير واضح وبيساعد بشكل كبير وبيوفر وقت كتير، بس استبدال كامل دي لا، مش هتعدي، مش هتيجي دلوقتي. الفكره زي ما انتوا شفتوا احنا بنجرب مع بعض، انت لازم تكون فاهم كويس قوي انت اصلا بتدور على ايه. تغيير كلمه واحده في الجمله، تغيير طريقه التعبير في الجمله، انك تسال نفس السؤال بطريقتين مختلفين هيطلع لك اجابات مختلفه، وممكن اجابات مختلفه تماما. يعني انت لو سالت سؤال عشوائي هتاخد اجابه ملهاش لازمه. طب ليه كده؟ انت مش قلت ان البرنامج ده برنامج قوي وبرنامج جديد وبرنامج عظيم وقاعد تشكر في بالك يعني طول الفيديو تقريبا؟ هو قوي ماشي، جديد لا. وفي الحقيقه هو ما جابش اي جديد عن اي برنامج ذكاء اصطناعي قبل كده، ما هي الا تعديلات بسيطه في البنيه التحتيه، تعديلات بشكل كبير، استثمار بشكل كبير، فالبرنامج طلع بدقه اعلى وبكفاءه اعلى. لكن كستراكشر او كاركتكشر موجوده او كبنيه تحتيه لاي برنامج ذكاء اصطناعي، هو ما ضافش حاجه، يعني ما بقاش بيفكر زي البشر، لا، هو نفس الطريقه ببعض التعديلات بس في البنيه التحتيه بتاعه البرنامج. زي ايه التعديلات دي؟ زي مثلا عدد البارامترز اللي احنا قلنا ان هو بيمثل البنيه التحتيه. عدد البارامترز ده زي ما قلنا هو عدد كبير جدا، احنا قلنا ان هو تقريبا 10 اضعاف النسخه اللي قبله واقوى نسخه قبله اللي هي بتاعه مايكروسوفت. عدد البارامترز الزياده قوي ده مخلي البرنامج بيقدر يستقبل بطريقه اقوى وينتج بشكل افضل. وتاني حاجه من التعديلات دي حجم الداتا الضخم اللي البرنامج ده استقبلها. البرنامج ده متدرب على 45 تيرا بايت نصوص تكست، فاهم؟ فانت لو عارف التكست ده بيتقاس ازاي وقد ايه هو مساحته بسيطه وحجمه لا يسوى شيء،
45 تيرا بايت دي حجم مهول، حجم ضخم جدا، انما لسه مفيش وعي، لسه مفيش معنى، فمفيش اي داعي للخوف. عدم وجود معنى او وعي لبرامج الذكاء الاصطناعي بيخليها تقع في اجابات سهله جدا بتبان ليك انت انها ساذجه وانها بسيطه. في حد من فتره كان منزل ان هو سال برنامج التشات جي بي تي ده سؤالين بطريقتين مختلفين، والاجابات كانت مختلفه وكانت عكس بعض. فهو فعلا ما زال برنامج عادي بس متدرب على داتا ضخمه جدا، والبنيه التحتيه بتاعته مكثفه بشكل اكتر. طبقا لمجله سي ام بي سي كانوا عاملين زي ارتكل كده او مقال عن الموضوع ده. الشات جي بي تي نفسه لو انت سالته هل انت في خطوره منك، هل في حاجه، هيقول لك بمنتهى البساطه ان هو برنامج عادي، هو بس متدرب على داتا كتيره وبيقدر يجاوب بشكل فريندلي او بشكل يعني ان هو واحد صاحبك وكده. بس هو مفيش استبدال خالص، في توفير، في توفير وقت كبير جدا، في مساعده، لكن مفيش حاجه اسمها استبدال بشكل كامل. فيا صديقي لو شفت فيديو على اليوتيوب او على فيسبوك بيقول لك ده البرنامج اللي هيهدد البشريه، تأكد تماما وتيقن تماما اللي بيتكلم ده بيقول اي كلام. البرنامج ده ما هو الا برنامج عشان يساعدك. ده كان موضوع النهارده. لو لسه عندك اي استفسار يخص البرنامج ده اكتبوا لي في الكومنتات هنا وانا هجاوب على كل الكومنتات ان شاء الله. للناس اللي عايزه تدعمني او عايزه تتابع معايا بشكل شخصي هسيب لكم لينك تحت الفيديو، تقدر من اللينك ده تدخل عضويه شهريه معايا او تعزمنا على قهوه وخلاص. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم واشوفكم على خير. بيس.